السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة مذكرات. عواشركم مبروكة، نتمنى يدخل عليكم هاد رمضان بالصحة والسلامة إن شاء الله. اليوم غنحكي لكم قصة رعب، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. يلا نبداو القصة ديالنا. الحاج مصطفى رجل في الستينات من العمر ديالو، معروف بالدوار بالحكمة والتجربة ديالو في الحياة. كان كيمشي للسوق الأسبوعي كل نهار خميس يبيع ويشري في الخضرة، ودابا ولا حافظ الطريق بحال كف يدو. هاد السيمانة اضطر باش يسافر في الليل، حيت في النهار كانت واحد الجنازة في الدوار وما قدرش يمشي مع القافلة ديال الصباح. خرج من الدوار فوق البغال ديالو، شعل الفانوس باش يضوي الطريق قدامه. السما كانت مظلمة والريح كدور وسط الشجر بحال شي أنفاس كتهمس بكلام ما مفهومش. الطريق كانت خاوية، غير أصوات ديال الحشرات والديب اللي كيعوي من بعيد. شد الحاج مصطفى التام على وجهه زاد القدام، ولكن في خاطره كان حاس بشي حاجة ماشي طبيعية، بحال لا كاين شي واحد كيتفرج فيه من الظلام. كيما العادة الطريق ديال السوق كدوز من الغابة الكبيرة اللي كتحيط بالدوار. النهار كان كيكون عامر بالناس والدواب، ولكن في هاد الليل كان واحد الصمت مخيف. حتى الحشرات اللي كانت ديما كتصدر الأصوات كانت ساكتة. الحاج مصطفى زاد القدام، ولكن كل مرة كان كيشوف بعينيه شي حركة في جانب الطريق، بحال شي ظل كيتحرك وسط الشجر. شد الفانوس مزيان وحاول يقنع راسو بلا غير تخيلات ديال الليل، ولكن في الأعماق ديالو كان حاس بشي حاجة غريبة كتحوم الحوالي ديالو. البغل حتى هو بدا كيتوتر، كيشم الريح وكيوقف بلا سبب، بحال الا كان حاس بشي خطر. الحاج مصطفى ضربو براسها باش يزيد، ولكن البغل بقى مجمد في بلاصتو كيضرب الارض برجليه، وكان كيرفض يكمل الطريق. وقف الحاج مصطفى وسط الظلام، البغل ديالو ما بغاش يتحرك، والريح كانت ساكنه بحال الارض كلها حتى تتنفس. ديك اللحظه بدا كيسمع شي همسات خفيفه جايه من الغابه. ما كان الصوت واضح، كان بحال شي ناس كيتهامسوا مع بعضياتهم، ولكن بلا ما يقدر يفهم كلامه. زاد القدام بشويه، ولكن الهمسات زادت وكأنها ولات قريبة منه. حاول يقنع راسو بلي غير اللعب ديال الريح في الأشجار، ولكن مع كل خطوة كيدير كان الصوت كيولي واضح، وبدا كيسمع اسم الحاج مصطفى. صوت خفيف بحال الا شي حد كينادي عليه من وسط الغابة. شد الفانوس بقوة ودور وجه البغل للسوق، ولكن في خاطرو كان كيسول شكون كينادي باسمي في وسط هاد الظلام. الحاج مصطفى قرر ما يتسوقش لدوك الهمسات وزاد القدام لرجع. الطريق كانت طويلة، ولكن السوق ما بقاش بعيد بزاف. وهو غادي شاف واحد الراجل واقف حدا شجرة كبيرة، كان لابس جلابة وراسو محني للأرض بحال ناعس واقف. الحاج مصطفى حبس قدامه وقال: السلام عليكم سيدي، واش كاين شي مشكل؟ ما كان حتى جواب. الراجل بقى ساكت بلا ما يتحرك.
والملامح ديال الوجه ما كانش باينه تحت القبض ديال الجلابه. الحاج مصطفى حرك الفانوس باش يشوف مزيان، ولكن ملي قرب الضو لاحظ حاجه خلات الدم يجمد في عروقه. الراجل ما عندوش رجلين، كان كيبان بحال طاير فوق الارض. تجمد الحاج مصطفى في بلاصتو، والقلب ديالو بدا كيضرب بحال الطبل. الراجل اللي قدامه بقى بلا حركه، ولكن الظل ديالو كان كيتحرك في الارض بوحدو. شد الحاج مصطفى الفانوس بيديه اللي كيتراعدو، وحاول يبعد عيني على داك المشهد. حرك البغال ديالو وزاد لقدام، ولكن ملي فات الراجل بشويه بدا كيسمع خطوات وراه. كل ما كيزيد خطوه الصوت كيولي اقرب، بحال شي حد كيجري من وراه على طرف الطريق. واحد اللحظه وقف، والهمسات اللي سمعها من قبل رجعت، ولكن هاد المره كانت واضحه. الحاج مصطفى ما غاديش توصل للسوق، تحبس الدم في عروقه وتلفت بواحد السرعه، ولكن كانت الطريق خاويه. شكون اللي كيهضر؟ الحاج مصطفى زاد في السرعه، والبغل ديالو كيبان عليه حتى هو ما مرتاحش. كان كينفخ من منخار وكيحرك راسو بحال اللي حاس بالخطر. الطريق كانت مظلمه وخاليه، حتى بان لي من بعيد واحد الضو باهت كيتحرك وسط الضباب. قرب شويه وشاف شي مجموعه ديال الناس لابسين حوايج بيضا كيجروا واحد النعش خشبي وسط الطريق. كانوا ساكتين وما كيبانوش مزيان، بحال شي اشباح خارجين وسط الظلام. وقف الحاج مصطفى بعيد وقلبه طاح في كرشو. حاول يستجمع الشجاعة ديالو وقال بصوت مرتعش: السلام عليكم. ما كان حتى شي رد. الناس كملوا طريقهم بحال ما سمعوش، ولكن الحاجة اللي رعشاتو هي أن رجليهم ما كانوش كيبانو تحت الثياب البيضاء، بحال كيتحركوا بلا ما يلمسوا الأرض. شد الحاج مصطفى التام على وجهه ودور البغال ديالو الطريق الأخرى باش يتفادى القافلة الغريبة. ولكن ملي دار لقى راسو راجع لنفس البلاصة اللي جا منها. تلف وما فهمش كيفاش الطريق بدات كتعاود نفسها. كل مرة كيبدل الاتجاه كيلقى نفس الشجرة الكبيرة، نفس الضباب، ونفس الأرض المبللة. حس برجليه تقالو والبرد دخل لعظامو. هز عينيه للسما ولقى القمر كان مخفي، والظلام ولا ثقيل بحال الدخان. وسط الحيرة ديالو سمع الصوت ديال واحد المرا كبيرة، صوتها جا من العتمة، وقالت لي بهدوء: الحاج مصطفى، ما عندك فين تهرب. حبس الحاج مصطفى النفس ديالو، وعينيه بداو كيقلبوا في كل جهة، ولكن ما كان كيبان ليه حتى شي حد. صوت ديال المرا كبيرة خرج من الظلام، ولكن الوجه ديالها ما كانش باين. في واحد اللحظة شاف واحد الضوء ديال شمعة شاعل بعيد تحت واحد الشجرة كبيرة. قرب بشوية حتى بانت لي واحد السيدة كبيرة في السن جالسة على حجرة، لابسة حوايج كحلة، والوجه ديالها مليء بالتجاعيد. هزت راسها وبانت عينيها الحمرا وسط الظلام، وقالت لي بصوت بارد: الحاج مصطفى، رجع من جيتي. الطريق اللي تابعها ماشي طريق السوق.
تسمر الحاج مصطفى في بلاصتو وحاول يهدر، ولكن الصوت ديالو ما خرج. حس بشي ريح باردة كدور، والمرأة الكبيرة بقات كتضحك بصوت مخيف. حاول الحاج مصطفى يحرك لسانه باش يهدر، ولكن شي قوة كانت كتخنق الصوت في حلقه. المرأة الكبيرة بقات جالسة كتشعل الشمعة وكتمسح عليها بحال شي واحد كيحضر شي طقوس غريبة، والدنيا ولات ساكتة. حتى الحشرات ما بقاوش كيديروا الصوت ديالهم. في وسط هاد الصمت خرج واحد الصوت غليظ من الغابة، صوت مخيف بحال الرعد كيغوت. الحاج مصطفى، السوق ماشي ليك هاد الليلة. بدا البغل كيرفس في الأرض بغضب، وعينيه توسعوا بحال الا شاف شي حاجة خايبة. الحاج مصطفى ما قدرش يبقى واقف، شد الجام ديال البغل، ولكن البغل بدا كيلوح براسو ويرجع للور. قلبو طاح في كرشو وعرقو بدا كيسيل، حيت حس بشي واحد واقف وراه، ولكن ما قدرش يتلفت. الحاج مصطفى كان مجمد في بلاصتو وعرقو كيسيل رغم البرودة ديال الجو. الصوت الغليظ ما بقاش كيهضر، ولكن الريح بدات كدور وسط الشجر، كتحرك الاوراق بحال الهمس. حاول يجمع قوته ويقرر واش يرجع للدوار ولا يكمل الطريق للسوق. عينو مشات للمرأة الكبيرة في السن اللي مازال جالسة كتقلب في الشمعة ديالها، وديك الضحكة الباردة مرسومة في وجهها. ما قدرش يبقى معاها، شد الجام ديال البغل وضربو باش يتحرك، ولكن مع اول خطوة زادها الفانوس ديالو بدا كيضوي ويطفي بوحدو، وكأن شي واحد كيلعب بيه. الريح تزادت والضباب، والصوت ديال المرأة الكبيرة بدا كيخرج ببرودة. سيري الا كنتي ناوي، ولكن ما تلوم غير راسك. الحاج مصطفى زاد لقدام، ولكن البغل ديالو تزير في بلاصتو، كيضرب الارض برجليه وما بغاش يتحرك. حاول بكل الطرق، شد الجام، ضربو بشوية باش ينوض، ولكن البغل كان كيشم الريح وكيعاند. حس الحاج مصطفى بالخطر، حيت ديما كان كيسمع بأن الدواب عندها إحساس بالحاجات اللي البشر ما يقدرش يشوفها. بدا عرق بارد ينزل من جبينه، وعينيه كيقلبوا في كل جهة وسط الظلام. شاف ظل كيتحرك وسط الشجر، وأصوات خفيفة كتخرج بحال شي ناس كيتكلموا بلا كلام مفهوم. واحد اللحظة حس بشي نفس سخون قريب من ودنه، وصوت خافت قال: ما غاديش تفلت هاد المرة. البغل تخلع، وقف على رجليه اللورانيين، وكان غادي يطيح الحاج مصطفى وسط الظلام. بمجرد ما وقف البغل على رجليه اللورانيين، الحاج مصطفى تثبت بالجنب باش ما يطيحش، ولكن قلبه كان غادي يخرج من بلاصتو. الريح تزادت، والظلام ولا كيخنق الانفاس. وسط داك الفزع شاف بعينيه ظل طويل كيتحرك بين الاشجار. ما كانش ظل ديال الانسان عادي، كان كيشي برج طويل، ملامح ديالو مشوهة، وعينيه كيشعلو بحال الشمر. بدا الظل كيقرب ليه بشوية بشوية، والحاج مصطفى حاس برجليه تقالو، ما قدرش يتحرك. الصوت الغليظ اللي سمعه من قبل رجع، ولكن هاد المرة كان قريب بزاف. ما غاديش تفلت. البغل بدا كيزحر،
وجبد بكل قوة حتى طاح الفانوس من يد الحاج مصطفى، ولات الظلام حالك بحال القبر مفتوح. وزد داك الظلام الحالك والحاج مصطفى حاس براسو محاصر. واحد اللحظة سمع صوت مختلف، صوت واحد الراجل كيقرأ آيات من القرآن بصوت قوي. داك الظل الأسود اللي كان كيقرب ليه بدا كيتراجع، والريح سكنت. رفع الحاج مصطفى راسو وشاف واحد الفقيه لابس جلابة بيضة جاي من بعيد وهو كيقرا بصوت مرتفع. البغل ديالو حتى هو بدا كيهدى، وداك الطلال الغريبة بدات كتلاشى وسط الظلام. وقف الفقيه قدام الحاج مصطفى وقال ليه بهدوء: الحاج، هاد الطريق خطيرة في هاد الساعة، كيفاش بقيتي غادي بوحدك؟ ما قدرش يجاوب، غير شد التام على وجهه وحس براسو بحال رجع للحياة من جديد. الفقيه قرب منه وقال ليه: سير دابا، السوق قريب، ولكن رد بالك، ماشي كل طريق تشوفها هي طريق الناس. الحاج مصطفى سمع الشجاعة ديالو وشكر الفقيه اللي وقف معاه. شد الجمل بغا وزاد القدام، والقلب ديالو مازال كيدق بسرعة. ملي وصل السوق تفاجأ بحاجة غريبة. السوق كان خاوي، لا ناس لا دواب، غير الريح كتدور بين الخيام المهجورة. قلبه تقبض، كيف السوق اللي ديما عامر بالتجار والفلاحين يولي بهاد الشكل؟ بدا كيدور وسط الأزقة حتى شاف واحد المرة كبيرة جالسة حدا براكة صغيرة كتبيع الأعشاب. قرب منها وسولها: فين الناس لالا؟ السوق اليوم خاوي. هزات عينيها وبان فيها الحزن، وقالت لي بواحد الصوت خافت: الحاج، السوق اللي كتشوفه اليوم راه تسد من سنين، ملي وقع فيه واحد الحادثة خايبة. الحاج مصطفى تحبس الدم في عروقه. واش هاد الشي كامل كان كذوب؟ واش كان غادي للسوق ديال الأحياء ولا الأموات؟ الحاج مصطفى حس بواحد البرودة غريبة كتسري في الدم ديالو، وعينيه مازال مسمرين في ديك المرة الكبيرة. كيفاش السوق اللي كان كيمشي ليه كل أسبوع تسد من سنين؟ البغل بدا كيتحرك بلا ما يضربو، بحال حتى هو فهم الخطر. دار الحاج مصطفى اللور وخرج من السوق بواحد السرعة، قلبه عامر بالشك والخوف. في طريق العودة بقى كيسمع الصدى ديال الأصوات قديمة، بحال الضحك ديال التجار، صوت الميزان، والغوات ديال الباعة. ولكن في الحقيقة السوق كان خاوي. ملي وصل الدوار الناس تفاجئوا بالوجه ديال الحاج مصطفى الشاحب. جا عنده واحد الشيخ وقال ليه: مال وجهك صفر الحاج؟ الحاج مصطفى تنفس بواحد العمق وقال: شحال هادي وانا كندير هاد الطريق، ولكن الليلة شفت شي حوايج ما عمري غادي ننساهم. وحتى لهنا كتسالي القصة ديالنا. ما تنساوش تخليو اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.